تخيل ان شخصيه من اشهر الشخصيات في امريكا، يعني كان مثلا اشهر ممثل وكان اشهر رياضي لدرجه ان هو اخترع لعبه بيقولوا ان هو اللي اخترعها، وكمان كان حاكم ولايه من اكبر ولايات امريكا. تخيل بقى الشخص ده صوروه هو نايم في الشارع، نايم في الشارع بعد كل ده. والله زي ما بقول لك كده. طب يا ترى ايه القصه وايه الحكايه؟ اسمع كده القصه دي واسمع الموقف ده وايه اللي حصل له عشان نتعلم منه. صل كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. اللي قدامك في الصوره ده ارنولد شوزينجر، انا خطفت الاسم كده فما تركزش. المهم بقى ارنولد شوزينجر ده كان اشهر واحد بيلعب كمال اجسام في امريكا، يقال ان هو اللي اخترع لعبه كمال الاجسام نفسها. ده مش بس كده، ده كمان دخل مجال التمثيل وبقى اشهر ممثل في امريكا. ومش بس كده، ده كمان حكم ولايه كاليفورنيا اللي هي تعتبر ولايه من اكبر ولايات امريكا. المهم بقى بعد كل ده كان نايم في الشارع والناس صوروه. ونايم فين؟ ده نايم تحت التمثال بتاعه اللي معمول من البرونز. طب ليه يعني؟ القصه يا سيدي بتبتدي ان كان في فندق هناك في الولايه ديت، ايام ما كان ارنولد بقى في الحكم وحاكم الولايه، راح يفتتح الفندق ده وقالوا له انت ليك هنا غرفه محجوزه باسمك مدى الحياه، في اي وقت تيجي تخشها على طول. المهم ارنولد فعلا بعد فتره وبعد ما ساب الحكم راح الفندق ده بعد ما ساب الحكم خلاص. المهم قالوا له ده مفيش ولا غرفه فاضيه، حجه يعني عشان يمشوه. المهم يقوم ارنولد رايح ونايم تحت التمثال بتاعه. التمثال ده كان قدام الفندق ده ويكتب عباره شهيره: ليه الاوقات بتتغير كده، او كيف تتغير الاوقات. وطلب من كل الناس وكل الناس اللي في الشارع ان هم يصوروه. الناس صوروه ورفعوا الصوره ديت وانتشرت الصوره دي. بس تعالى بقى، سيبك بقى من كل ده وركز في الكلمه: كيف تتغير الاوقات. فعلا، ما هو طول ما انت في السلطه، طول ما انت معاك مال، طول ما انت حاجه كده كبيره كده، تلاقي الناس حواليك اللي بينافقك واللي قاعد يطبل لك وحاجات كتير جدا. ولما خلاص كل ده يروح منك مفيش حد بيسال فيك اصلا ولا بيقول لك انت فين. وده اللي حصل معاه بالظبط ايام ما كان حاكم الولايه وراح يفتتح الفندق. قالوا له تعالى ده انت ليك اوضه مخصصه ليك مدى الحياه. ولما ساب الحكم قالوا له ده احنا ما عندناش اوضه فاضيه. طردوه يعني بس بطريقه غير مباشره. هي الدنيا كده على فكره. اوعى تثق ابدا في مالك ولا تثق في سلطتك ولا حتى تثق في اللمه اللي حواليك وانت معاك المال ومعاك السلطه ومعاك الحاجات دي كلها. بمجرد ان الحاجات دي تروح صدقني مفيش حد هيقول لك انت فين. خد بقى يا سيدي موقف ارنولد ده وخد قصه ارنولد دي عبره في حياتك. يعني مثلا انت واحد معاك قرشين، تلاقي الصحاب حواليك كتير قوي وتلاقي اللمه حواليك كتير، وهوب اول ما القرشين دول بيروحوا مفيش حد بيقول لك انت فين. ولو احتجت لحد فيهم تلاقيه كده مديلك ظهره. انت مثلا مسافر، انت مثلا ماسك منصب، انت مثلا ماسك منصب اداري في الحته الفلانيه، تلاقي الناس حواليك كتير وكله بيقدم لك خدمه، بص سبيشال خدمه ما اقولكش. واول ما المنصب ده يروح او المكانه ديت تروح، الخدمه ديت اصلا ما بتلاقيهاش، ولو لقيتها بتلاقيها بطلوع الروح ويمكن ما تلاقيهاش خالص. فاوعى تثق ابدا في مالك، اوعى تثق ابدا في منصبك، اوعى تثق ابدا في اللمه الكدابه اللي حواليك اللي كل عمال ينافقك وبالحب ومش عارف ايه، واول ما كل ده بيروح ما بتلاقيش حد. ثق بس في الحاجه الحلوه اللي انت عملتها والحاجه الحلوه اللي انت سبتها، واعرف زي ما قلت لك ان ما فيش حاجه دايمه الا وجه ربنا سبحانه وتعالى. كانت حاجه بسيطه كده بس حبيت اوريها لكم، فيا ريت لو القصه ديت عجبتكم اعملوا لها شير ولايك، واشوفك في قصه جديده.